انسي بقى اي طريقة لحمة عملتيها قبل كده وتعالي جربيها بالطريقة دي. جم قالوا لي عايزين ناكلها من بره. المهم طلبت المطعم، لقيت كده الاكلة اللي تقضي 6 افراد هتخش لها في 1500، وكيلو اللحمة اصلا كله على بعضه ب 300 جنيه. فقلت لا، ده انا هقوم اعملها في البيت وهوفر فلوسي. ما هو كفاية استغلال بقى. تعالوا كده بسرعة يلا نعمل اكلنا بدري قبل ما النور يقطع. هاتوا بقى ايه، طاسة كبيرة كده او حلة او واق، حطوا فيها بقى معلقة كبيرة من السمنة. انزلوا بقى ببصلتين كده متقطعين صوابع، معاها حتة ليا. انا حطيت دي مش ليا، دي دوش او بوش، فبتسيح بسرعة فما بتستحملش النار. وقلبتهم بقى كده مع بعض. جبت بقى كيلو من اللحمة، غسلته وصفيته، قطعته مكعبات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وقلبتها بقى كويس. وهنا بقى هشوح براحتي. بصي بقى، كل ما هتدي اللحمة تشويحة حلوة كل ما هتديكي نتيجة ممتازة. نزلت بقى بفلفل اسود وبهارات اللحمة وورقتين من اللوري وفصين من الحبهان، ولو عندك كمان فصين من المستكة حطي، بتدي طعم تحفة. قلبي بقى كويس قوي. ونزلت كمان بقى بمعلقة سكر. جربي انك تحطي السكر على اللحمة وتعالي هنا بعد كده قوليلي في الكومنتات. هقلبها كويس قوي كده لحد ما تاخد لون حلو جدا. اول ما هتاخد لون هنزل بربع كوباية من المية وهكمرها واسيبها تستوي بقى على نار هادية. انا مش هشتغل فيها لما تستوي تماما. اول ما تستوي بقى هقلبها واشيل ورق اللوري واشيل الحبهان واشيل الحاجات اللي هي دي. هسيبلك بقى تطبيق تحت في الكومنتات. التطبيق ده في حوالي 400 او 500 وصفة. هتحملي بقى كل الافكار اللي انا بقدمها لك دي بدون انترنت. هينفعك كمان جدا في الفترة اللي احنا فيها دي في قطع النور ب5 ساعات، فهتقعدي بقى تتصفحي عليه. هسيبهولك في الكومنتات تحت. تمام. تمام. بعد كده جبت بصلتين تاني وقطعتهم صوابع ونزلت بيهم كده، وحبيتين بقى من الطماطم. وهنا اي حاجة انت هتضيفيها براحتك، اللي عندك حطيه. قلبت بقى كده كويس. وبعد كده كمان بقى كان عندي ايه، قرن فلفل برضو إيه اصفر حطيته. عندي قرن فلفل اخضر حطيته. اي حاجة عندك عايزة تحطي فلفل الوان بقى، الاحمر واخضر واصفر براحتك. مش عايزة وما عندكيش الا الاخضر بس حطي. عايزة تحطي الشطة كمان حطي. معلقتين صلصة كده حلوين. وانا كنت مصلصله لكم الصلصه دي، هتلاقوا الطريقه في الصفحه. خشوا خدوا جوله كده في الصفحه، هتلاقوا عليها فيديوهات كتير قوي قوي قوي، بس ما بتوصل لكمش للاسف. المهم قلبت كده ونزلت كمان بربع كوبايه من الميه تاني. واخر حاجه انا بضيفها للحمه هي الملح. قلبت بقى كده وسبتهم كده يغلوا ويشكشكوا مع بعض حلو قوي. وفضيتهم بقى في الطاجن بتاعي ودخلتهم خدوا شوايه. والله طعمها يجنن. اعملي جنبها شوية رز وسلطة وبس كده، في حتة تانية خالص. وما تنسوش تصلوا على النبي.